الناس اللي فرحانة يعني بحكاية القيمة السوقية، والملاك قاعدين يقول لك القيمة السوقية القيمة السوقية. طب ماشي يا حبيبي، القيمة السوقية. طب نرجع كل شيء لأصله بقى، نشوف الأرض اللي انت باني عليها دي خدتها بكام، ونشوف قيمتها السوقية كام، وتكمل تدفع الفلوس بقى الفرق، إذا كنت شاريها من واحد تديها له، وإذا كنت شاريها من الدولة تديلهم الفرق. وغير ان في ناس منكم حطت وضع اليد، وكانت الدولة بتسكت عشان خاطر ايه يعني؟ المباني والبنى والكلام ده، يعني حاجة يعني للمواطنين. برضو اللي حاطط ايده بوضع اليد برضو يقنن اوضاعه ويدفع للدولة حقها. كمان الدولة كانت بتديكوا اسمه بتديكوا دعم في المواد البنى، لان اللي كان بيروح يقدم على رخصة كان بيقول لهم ان انا هحقق للايجار. بيقولوا انت هتعمل تمليك ولا ايجار، بيقول لهم ايجار، فيدوا له دعم للمواد البنى. الدعم ده بقى منين؟ الدعم ده فلوس الشعب، مش الدعم ده من فلوس الناس الشعب. طيب خلاص، انا هشوف بقى انت بالقيمة السوقية دلوقتي، الدعم اللي انت خدته ده قيمته كام دلوقتي، وبرضه رده. ولا ايه؟ ولا هي القيمة السوقية على الساكن بس، والملك عادي يعني هو خد؟ طب ما هو على الاقل على الاقل الملك اخد خلو، واخد مقدمات، واخد ايجار طول كسنين طويله. الساكن ما اخدش حاجه من ده كله، خد دعم اللي احنا بنقول عليه، وخد ارض بملاليم. كل دي كلها كانت امتيازات للمالك يعني. ما كانش ساكن فيها ولا حاجة، وساكن كان كل غرضه ان هو خلاص في عقد، اللي هو شريعة المتعاقدين. انا بتعاقد معاك على ان انا هقعد في الشقة دي طول عمري، ان حد لما ادفع، طول ما بدفع الايجار انا قاعدة، ما بدفعش ايجار مع السلامتين. ده كان العقد. لكن كون ان احنا نيجي في النص بقى نغير ونقول القيمة السوقية ومش عارفة ايه، طب انت عايز تساوي نفسك اللي بيقولوا القيمة السوقية دي وقاعدين يهيصوا ويهللوا. القيمة السوقية ديت عايز تسوي نفسك، اللي انت باني بملاليم، عايز تسوي نفسك باللي بنى دلوقتي ودافع ملايين في الارض وفي مواد البنى. طب ده هو ده العدل برضو؟ ان انت هتساوي معاهم ان انت عايز تاخد ايجارات زي ولا هو بص في لقمة الغير وخلاص؟ عايز تتساوي معاهم يعني. وبعدين ما تفرحش قوي يا حلوين انتوا كمان. يعني بعد ما ان شاء الله ما يخلصوا من موضوع الساكن ده، واتكل على الله، ولا شوف هتعملوا فيه ايه، ناويين يعملوا فيه ايه. هيدور تعالى حبيبي بقى، انت بنيت سنة كام، وجبت الارض دي منين، وعملت ايه وتعالى بقى يا بابا ادفع اللي عليك. اه خلي بالك ان انت يعني ايه، ما انتش فهلاوي انت وهو يعني. لا انت ليك برضو يوم يعني. ما هو انت انت اتعودت على ان انت تعمل تقهر الساكن. ماشي، ما هيجيلك برضو اللي هياخد برضو حق، ولا هو الحق بتاعك انت بس، لكن حق الدولة ولا حق الناس دي لا. يا ريت نفهم، ويا ريت نعقل، ويا ريت بقى ايه نبطل الدنيا خلاص. كلام ورمي الناس بالباطل، وتقول لي سحت ومش سحت. شوف انتوا عملتوا ايه وبعدين بتكلموا على السحت.